السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نبداوه بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الصابلي اللي كيجي رائع، كيجي زوين اقتصادي وسهل في التحضير، وكيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره ما شاء الله. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وهاد الحلوه هذه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هي حلوه راها قديمه وزوينة في نفس الوقت، المذاق ديالها رائع. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. وفي هاد القصرية غادي ندير قبيصة ديال الملحة، غادي ندير ساشي ديال الفاني، وهنايا غادي نبدا نعبر بالكاسة البنات. غادي ندير 2 كيسان ديال السكر سنيدة كما غادي تشوفوا في الفيديو. هي راه سهلة واقتصادية وبنينة لذيذة بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبدة. هاد الزبدة هذه ديال التوراق. هنايا راها باردة شوية والجو بارد، انا غادي نقطعها شوية البنات كما غادي تلاحظوا. نتوما غادي تخليوها في اكتريه في هذا الوقت هذا. خليوها في الكوزينه حتى شي بلاصه اللي حتى البوطه ولا حتى شي بلاصه اللي تكون سخونه شويه، حتى تبغيو تخدموا بها، وخدموا بها تكون مطلوقه شي شويه. هنايا راه عذبتني هذه البنات بزز باش يعني باش تخدمت ليا هاد الزبده هذه. وانتم غادي تشوفوها في الفيديو، يعني واخا كيبقاو واحد القطع صغيره ديال الزبده، ولكن ماشي مشكل، المهم راه خدمناها. خدمتها مع سنيده. هنايا غادي ندخل السنيده مزيان في هاد الزبده حتى كتندمج ليا مع سنيده مزيان. عاد غادي نضيفوا العناصر الاخرين ان شاء الله بالتدريج. كما شفتوا البنات هنايا راني خدمت الزبده مزيان مع السنيده. غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت. بطبيعه الحال البنات باش عبرت السنيده باش غادي نعبر الزيت كما كتشوفوا. هنا غادي نخدم عاوتاني هاد السنيده، عفوا الزيت مع هاد الزبده والسكر كما غادي تشوفوا. غادي نخدموها مزيان مزيان حتى كتطلق. عاد غادي ندوزو ان شاء الله باش نكملوا الوصفه ديالنا. واللي وصلت حتى لهاد المرحله في الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، تخلي لي اللايك وشي تعليق زوين، تبارطاجي القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء. كنشكر الاخوات القدامات اللي عندي في القناه، وكنرحب بالاخوات الجدادات اللي يلاه انضموا للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا، وكنتمنى التوفيق ليا وليكم ان شاء الله. كنتمنى التوفيق للجميع. هنايا من بعد ما خدمتها كما كتشوفوا راه حتى ولات كريمه البنات. كما قلت لكم راها كانت بارده، الجو بارد غير هي ما كما قلت لكم البنات الجو بارد و... وجمدات، يعني عذبتني شويه في الخدمه ديالها. هنا غادي نضيف 5 ديال البيضات حتى كنخدموا الزبده مزيان مع الزيت حتى كتخدم لينا مزيان مزيان. عاد غادي نضيفوا البيض. هنايا كتبقى هاد المرحله البنات هي ديال الخدمه. كما قلت لكم البنات في هذه المرحله هذه اللي كتكون الخدمه ضروري خصنا نخدموا الزبده والزيت والسنيده مزيان. وعاد عاد غادي نضيفوا البيض ونخدموا، يعني هنايا في هذه المرحله هذه اللي خصنا نخدموا هذا الخليط ديالنا مزيان حتى كيندمج مزيان. فاش غنبقاو نزيدوا الدقيق ما غاديش نبداو نعجنوها نهائيا، غير كنبداو ندخلوا داك الدقيق في هاد الزبده ديالنا ولا في هاد الخليط ديالنا بالتدريج، يعني كنبداو ندخلوها ما كنعجنوهاش، كندخلوها باطراف الاصابع. حنايا كنخلطوا وكنجمعوا ديك العجينه ديالنا ما كتعجنش نهائيا. ما عندناش هنايا ما خصناش نخدموا هاد الدقيق ديالنا كما قلت لكم مع هاد الخليط. ما خصهاش تعجن، يعني غير كنبداو نجمعوا صافي. هنايا درت 2 ديال الساشيات ديال الكاكاو، عندكم ديال العبار ديروا 2 معالق. هاد الساشيات البنات كيكون فيهم المذاق ديال الكاكاو، يعني ديك المذاق ديال الكاكاو، يعني المذاق ديال الكاكاو كيكون فيها مزيان، وحتى اللون كتعطينا اللون اللي مزيان. يعني الكاليتي ديال هاد الكاكاو ديال الساشيات كيكون زوين. بالنسبه لكم نتوما الا كان غير ديال العبار ديروا 2 معالق كبار. هنايا راني غربلت وكما شفتوا. بالنسبه للدقيقه البنات راه دخلات كيلو، دخلات كيلو و25 غرام اللي دخلت ليا ديال الدقيق. هنايا غادي نضيف 2 خماره وحده البنات، عفوا خماره وحده ديال الحلوه من فئه 8 غرام، باش ما عاوتاني ما كتنفخش لينا هاد الصابلي هذا ما كيتنفخش بزاف.
وهانتوما معايا في الفيديو ان شاء الله باش تفهموا جميع المراحل ان شاء الله. هنايا غنبدا نزيد الدقيق وانا كنعجن كما شفتوا. غير كندخلوا هاد غير كندخلوا هاد الدقيق ديالنا في الخليط. هنايا راه مازال كنجمع كما شفتوا. ونتمنى هاد القناه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ويكونوا الاخوات كيستافدوا منها. شكرا لكم كاملين المتتبعين والمتتبعات ديالي، كنشكركم كاملين. هنايا كنبدا نجمع العجينه ديال البنات حتى كتولي على هاد الطريقه هذه، كتجينا رطبه، ما تقصحوش ليها العجينه ديالها نهائيا باش كتجينا الحلوه ديالنا زوينه هشيشه. يعني كتفرتت في الفم كما قلت لكم، وكتجينا رطبه كما شفتوا. هاد العجينه راها رطبه. غير كنبداو نطلقوها في البلاستيك البنات. انا عندي هنايا بلاستيكه، غنبداو نطلقوها في البلاستيكه، كتعطينا الطعله في الخدمه، وكتعطينا حتى واحد النتيجه اللي هي مزيانه في الحلوه. يعني داك المذاق ديالها يعني كتجي رطبه، كتجي زوينه. وهنايا كنديرها ما بين جوج بلاستيكات كما كنخدموا الصابلي ديالنا. عادي. هنايا غادي نديرها ما بين جوج بلاستيكات. وبالنسبه للغل ديالها كيكون شويه البنات، ماشي بحال الصابلي كيجي رقيق. هاد الحلوه هذه كتجي شويه بحيث ما كتلصقش مع شي وحده اخرى، كتجي زوينه كما غادي تشوفوا في الفيديو ان شاء الله. هنايا كنطلقها وكنخلي ليها كنخلي ليها شويه السمك ديالها يكون شويه، آه، نص سنتيم هكاك البنات. ما انا في الحقيقه ما عبرتهاش، ولكن المهم كتجي شويه عمره شويه على الصابلي، ما كتجيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه بزاف. هنايا كنطلقها مزيان بالدله كما كتشوفوا كما كتلاحظوا. صافي غادي هنا من بعد ما طلقتها البنات على بالدلاك مزيان، كناخذوا الفرشيطه وكنبداو نخبشوا ليه هذاك الوجه ديالها اللي كيعطي هذيك الحروشيه، كتجي كيعطي واحد المنظر زوين. وهي راه اقتصاديه وسهله في التحضير، وكتعطينا واحد الكميه اللي كثيره ما شاء الله. شي حاجه اللي زوينه بزاف. نتمنى هاد الحلوه هذه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. غادي ناخذ الكاس بطبيعه الحال بالطريقه التقليديه العاديه اللي كنديروها البنات كما شفتوا. انا هنايا ما عرفتش بينت لكم الغلط ديالها او لا ما. المهم البنات كتجي شويه على الصابلي، راه كتجي شويه عامره على الصابلي. صافي كنبداو بهاد الطريقه هذه. حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي وكنصفها في اللاطه وكندخلها للفران. بالنسبه للعافيه كتكون مهيله البنات حتى كطيب لينا الحلوه ديالنا. صافي وكنحيدوها كما كتلاحظوا بهاد الطريقه هذه. كنستفها كامله في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. الفران راني مسخناه من قبل. وبالنسبه للنار راه كتكون ناقصه شويه، كيطيب لينا هاد الصابلي ديالنا غير بشويه. هنا من بعد ما طاب البنات وخرجناه من الفران، صافي كنستفو على واحد على طاوله ديال العمل. وكناخذ الشوكولاط الابيض اللي دوبته مع شويه ديال الزيت، وكنعمروه في هاد البلاستيكه كما شفتوا. كنبداو نتقبوها بديك العويد. هاد العويد البنات هذا كنتقبوا ديك البلاستيكه ديالنا على شكل طولي، يعني غير واحد الخط هكا طولي. صافي وكنشدو كنبداو نديو دوك الخطوط على هاد الصابلي ديالنا بهاد الطريقه هذه كيجي ساهل. هنايا البنات تفرشوا داك الصابلي ديالكم كامل، عاد ديروا هاد المرحله هذه وذوبوا الشكلاط اللي غيكفيكم. عاد ديروا هاد المرحله هذه. هنايا راه 6 دراهم ديال الشكلاط كفاتني في هاد الحلوه ديالي كامله البنات، اللي هي خرجت ليا 3 كيلو تقريبا و200 غرام اللي خرجت ليا هاد العجنه هذه كما شفتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. زوينه للدار زوينه للضياف، شي حاجه اللي زوينه اقتصاديه وسهله في التحضير، واهم حاجه انها كتجي لذيذه بزاف. شي حاجه اللي زوينه. نتمنى هاد الصابلي هذا او هاد الحلوه هذه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. واللي عجبها الفيديو بطبيعه الحال تخلي لي اللايك وتشترك في القناه وتبارطاج القناة ديالي مع الأحباب والأصدقاء. شكرا لكم كاملين، وبسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.